هاد الشركات كيفاش كتصير؟ المهم هاد الشركات كتدخل فقط لدول العالم الثالث. هي مسألة باينة، لأن أغلبية حكومات دول العالم الثالث هي حكومات ما عندها ضمير. كتدخل لديك الدول، كتشري من عندهم الأراضي، وأهم شيء كدير اتفاقيات حول الماء، كتولي كتمتلك الماء، راه بعقود عقد، راه اللي كيفهم في القانون راه عقد ماشي لا، بحيث أنها كتاخذ حصص ثابتة من الماء وكتحول مجاري الانهار، يعني النهر كتحول المجرى ديالو، هذا باتفاق مع الدوله، وهي كتبني سدود صغيره قريبه من اراضيها. باش تزيد تفهم، مثلا السدود في دول ما بين قوسين كتكون عامره، كطيح الشمس مزيان، السد كيعمر. شنو الدور ديال السد في الاصل؟ هو الاحتفاظ بالمياه. يعني واحد البلاد طاحت عندها الشتا بزاف في السنه الاولى، وصلت الحاقينه ديال السدود والحجم ديال 95 80%. يعني العام اللي موراه واخا ما طيح الشتاء كاع، راه الناس بامكانهم يشربوا ويعيشوا حياه عاديه جدا، لان هذا هو الدور الحقيقي ديال السد، هو الاحتفاظ بالماء. لكن الى عندك شركات بحال هادو، شركات ديال زراعه البنان مثل يونايتد، فهي كتحتاج المياه كثيره، خاصه اذا كان الصيف حار، فهاد السدود غادي تخوى. يعني السد ما غيديرش الدور ديالو بالسبه ديال هاد الشركات، لان هاد الشركات كيهمها فقط انها ما تخسرش، اضافه لان الفلاحين الصغار الله يعاون الله يعاون، اضافه لمجموعه من الزراعات الاساسيه بحال القمح القطاني الخضر غينسى. المهم هاد الشركات خصها تربح وخصها تحقق ارباح، وداك الشعب شيئا فشيئا كيموت بالعطش، وكتنوض دوك الحكومات كتبرر للشعب كتقول لهم اودي راه كاين الجواب لا، ما يمكنش يكون الجواب هذا لسبب بسيط، هو كاين السدود. العام اللي فات كانت وصلت 80% 95%، اذا فين مشى الماء؟ الجواب هو داتو الشركات ديال البلد اللي من الصباح حتى الليل هما كيسقيو وكيسقيو بزاف، وبالتالي هنا ما كيبقاش المياه، والشركات خاصها تحافظ على الحصه ديالها، والشعب الى عاش عطشان ماشي مشكل. والمشكل الكبير عاوتاني هو ان هاد الارباح ديال هاد الشركات كتمشي مباشره للابناق الخارجيه. يعني دوك الارباح اللي كتحقق ديك الشركات على حساب المياه ديال ديك الدول راه ما تستخدمش في الاستثمارات الداخليه وتطوير ديك البلاد، يعني الفلوس كتدوز مباشره لبرا. وما تنساش ان ملي كيقل الماء او كيولي هناك جفاف كتظهر حشرات خطيره وكتظهر طفيليات، وملي كتموت التربه كتظهر امراض جديده وامراض خطيره. لهذا الشعوب مثل غواتيمالا هندوراس بنما سير شوف لحد الان باقي ما قدوش يوقفوا على رجليهم. والخطير هو ان هاد الشركات كتقوم بقطع الغابات بطبيعه الحال باش دير الضيعات ديالها، وملي كتقطع الغابات هذا يعني ان ديك البلاد الكليماتيزور ديالها، يعني المبرد الطبيعي ديال ديك البلاد حيدتيه. لهذا ارتفاع درجه الحراره مساله عاديه، واي واحد غادي يجلس تحت الشجر كيحس بالبروده، ولكن هما قطعوا الغابات اللي كتبرد ديك البلاد. وحاجه اخرى، راه ملي كتقطع الغابات مباشره كتؤدي الى موت حشرات وموت طيور وموت تركيبه طبيعيه ودوره طبيعيه. اهم الحشرات اللي كتموت هنا، كاين حشره كنا كنعرفوها اللي هي النحل، اللي هي اصلا تتعيش في الغابات. لهذا بسبب هاد السياسات اللي سكتوا عليها هاد الدول، وهنا كنهضر على غواتيمالا ولا هندوراس وديك الطبقه، سكتوا وبقاو ساكتين 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 حتى الاخر عاد ناضوا داروا مظاهرات وناضوا كيهضروا، ولكن حتى فات الاوان. بل ان هاد الناس ملي كانوا كيمشيو يحفروا باش يجبدوا المياه الجوفيه، لانهم كانوا كيموتوا بالعطش، الالاف كانت كتموت بالعطش، باش يجبدوا المياه الجوفيه، لقاو ان هاد الشركات حفرت الاف الابار وسالت مع المياه الجوفيه. يعني سالت معك جوا وسالت معك ارضا وسالت معك كذلك حتى تحت ارضا. ونزيدك هاد الشركات ديال خاصه يونايتد فروس، وهذا مثبت، كانت كتمول هاد الحكومات باش تقضي على التعليم. هي كما سمعتي باش تقضي على التعليم، كتمول الحكومات وكتمول الرؤساء باش تخلي الجهل مرتفع، لان الهدف ديالهم هو ان المواطن يكون فلاح، المعنى انه ياكل ينعس يولد وليدات اللي يوليو حتى هما فلاحه، يعطش يموت. اما تولي قاري وتولي واعي فهذيك جريمه.